أستاذ أحمد علي الصحفي ومدير عام جريدة الوطن القطرية. أستاذ أحمد مساء الخير. سمعنا ولا في مشكلة في الاتصال؟ تحت أمرك. يا هلا أستاذ أحمد، مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات، أهلا، أحييك من الدوحة، عاصمة المحبة والتسامح والسلام، والعاصمة العربية المحبة إلى مصر العظيمة. أكيد الكلام ده يعني ولا يعني اللي أنا شايفاه من كلام حضرتك عن مصر يوحي بأمور أخرى؟ والله ما هي الأمور الأخرى؟ تفضلي للتوضيح. يعني هل كتبت، خليني أتأكد من المعلومات الأول، هل كتبت أن ماذا صنعتم غير أقراص الطعمية؟ قلت ده على المصريين، وقلت انه اذلال الشعب، تحدثت عن اذلال الشعب المصري بالمعونه، وتحدثت انه امريكا هي الداعم الاول لكم في الشرق الاوسط منذ عقود، وما تنساش معوناتها الماليه السنويه المشروطه لكم لتنفيذ يعني في امور كتير انا مش عارفه اقول ايه ولا ايه يعني من اللي حضرتك قلته، وانه قلت لهم يعني ان انتوا ما بتشبعوش من الحرب، اتهمت الشعب المصري بخيانه رؤسائهم وسعيهم الى حرب السلطه، واللي عملتوه في رؤسائكم من ايام فاروق والسادات، كل هذه الامور. يعني هل حضرتك كتبت هذا الكلام ولا ملفق ليك؟ اولا اسمحي لي بالتوضيح. طبعا تعلمنا دائما لابد من رؤيه المشهد، اي مشهد، من زواياه الاربع وليس من زاويه واحده. المؤسف أن الصحيفة المصرية التي نقلت الخبر إلى الرأي العام المصري لتوجيهه وتضليله، المؤسف نقلته بطريقة ناقصة أو منقوصة أو مقصوصة، لأنها نشرت تغريدات على حسابي في تويتر دون أن تذكر أن هذه التغريدات جاءت ردا على إساءات وبذاءات وجهت إلى بلد قطر ورموزها. من من؟ أنا كنت أمارس حقي في الرد. من يعني خلينا ناخدها جزئية. من تطاول على قطر وكنت ترد عليه؟ طيب، أولا عشان أوضح لك، يكفي أنك إذا كنت متابع في تطاول في الأوبريت اللي قدمه باسم يوسف، وفي إساءات بالغة إلى القطريين وإلى قطر، وتم توظيفه بصراحة للتريقة على قطر، وهذا غير لائق ولا يجوز وغير مقبول، وإحنا نرفضه، لأنه أولا هو في إساءة إلى الأوبريت العظيم وطني الأكبر، وثانيا إساءة في الكلمات إلى القطريين وبتتفشخر ومش عارف إيه، كلمات يعني لا تليق. الشيء الأصعب أنه في إساءة أيضا إلى علم قطر. علمنا لا نقبل أنه يتحط على الأرض في الأرضية الاستوديو ويبقى بتوع الأوبريت واقفين فوقه. ده خطيئة، يعني احنا نرفضها لأن دي فيها إساءة. أيضا قبل كده احنا بنرصد حملة منظمة وموجهة ومبرمجة في بعض وسائل الإعلام المصرية، وأنا أكرر بعض وسائل الإعلام المصرية المقروءة المسموعة المرئية ضد قطر. أنا مش مستغرب ليش يعني حملة تضليل تشويه صورة. أحدي لك أمثلة. في قبل أسبوع 10 أيام، أسبوعين تقريبا أو أكثر، نشرت صحيفة أنه قطر عاوزة تشتري الآثار المصرية. خبر مضلل، اللي يقرأ يحس أنه هو خبر مغلوط، لأنه مكتوب أنه حتدفع 200 مليار دولار. هذا رقم خرافي، رقم خيالي. إذا كانت الميزانية السنوية، الموازنة العامة لقطر أعلنت قبل 10 أيام تقريبا، وهي أضخم موازنة في تاريخ البلاد وفيها مشاريع تنموية هائلة، لا تزيد عن 200 مليار ريال. كيف حتدفع قطر 200 مليار دولار لشراء الآثار؟ أستاذ أحمد، باسم يعني المحبة اللي حضرتك اتكلمت عنها في البداية، خليني بقى أكلم حضرتك كده واحدة واحدة في هذا الكلام اللي حضرتك قلته. ما اعتبرته حضرتك نوع من السخرية والإهانة على قطر؟ هذا بعد إذن حضرتك فهم مغلوط منك، وهذا أمر يخصك. الأمر لو تمعنت فيه كان في سخرية وتهكم على الإدارة التي تقوم بإدارة شؤون مصر الآن. انه بقينا الاسهل. اسمعني استاذ احمد، انا سمعت حضرتك. لا لو سمحت استاذ احمد، انا سمعت حضرتك حتى النهايه، فبس خليني اناقشك جزئيه. اولا
نحن نتهكم، وده من عادة الشعب المصري، وأكيد حضرتك عارف عنا هذا الأمر، إنه نحن نقابل كل الأمور بالابتسامة، وإنه التهكم جزء من السلاح المصري للتعبير عن الآراء في مصر وخفة الظل. أظن تعرفوها كويس عن المصريين، لكن طيب خفة الظل كمان أستاذ أحمد ما هياش نوع من الهبل ولا هي نوع من العباطة يعني. فلما نتهكم على إدارتنا إحنا أحرار. هتقول لي الزج بقطر، لان احنا بنروح نخبط على البيبان بدل ما نعمل سياسات اقتصاديه، وهذا امر نعترف به، وده ليس عجز في الشعب المصري انما عجز في من يديرون هذا البلد. استاذنك بعد اذنك، ولكن علشان احنا بنطلب منكم مساعدات. لاحظ حضرتك انك ما سمعتش الاوبريت، وهذا ليس دفاعا عن الاعلامي باسم يوسف، ولكنه اقرار بالحقيقه. الرجل قال في نهايه الاوبريت انه قطر على عنا وعلى راسنا، وقال انه المشكله مش في مين بيشتري، قال انه قطر شاطره، وقال انه قطر عارفه مصلحتها فين، ودي شهاده اعتقد ان ده شيء جيد، لكن المشكله في من يبيع. لكن ايا كان الوضع هذا لا يعطيك الحق باي صوره من الصور انك تتهكم على الشعب المصري، وانك تقول ان الشعب المصري ذليل، وانك تقول للشعب المصري اللي صنع الحضاره انه عملتوا ايه غير اقراص الطعميه، وانك تقول انه فاتكم بايه تاريخكم يلا عندكم ازمه اقتصاديه. كل شعوب العالم الكبرى الان، المانيا اتهدمت بالكامل في الحرب وقامت. يا أستاذ العظيم، البلاد تاريخها ليس بمرحلة، لا يقاس بالمرحلة الزمنية الوقتية وقت نكبة ما، ولكن يقاس بمدى تاريخها وعمق هذا التاريخ على مدار عمر هذه الدولة. لكن ما اقدرش اقول والله انه بلد معينة فشل، انه في المرحلة دي تمر بأزمة مؤقته. واذا كنتوا يعني في مساعدات الان، وهذا امر برضو الشعب القطري يشكر عليه، هقول لك ما احنا ياما ساعدناكم يعني، وياما وقفنا جنبكم من ايام. تساليني عشان اوضح لك انت يعني حضرتك بتقول ان ده كان رد عشان اهانه بلدك، تقوم حضرتك تقابل هذا الامر لان حضرتك اجتزأت الفهم بانك تكيل كل هذه الامور، وتقول انه عملتوا ايه بماضيكم وتاريخكم، ومن الخيمه جاء العرب الذين فتحوا مصر واكرموا شعبها بالاسلام وقاموا بوضع لبنات الحضاره الاسلاميه يا فرعون. هذا الكلام يا استاذ احمد، اتفضل. ثم تتحدث في النهايه عن المحبه. طيب عفوا بس اوضح لك حاجه لو سمحتي. اتفضل. هل يعني انت بتقري طبعا وبتتابع الصحافه المصريه، قبل ده كله هل من اللائق انه الكاتب الكبير صاحب القيمه والقامه الكبيره يكتب انه الاستاذ احمد رجب انه قطر هي الزائده الدوديه في الجسم العربي والمفروض ازالتها؟ طيب هل هذا مش اليس هذا اسلوب ساخر؟ يعني هل هو انت عايز حضرتك تكتب ما كتبت والاستاذ الكبير احمد رجب لا يرد؟ انت اعطيت لنفسك الحق الرد على باسم يوسف. لا عفوا انا بقول لك خليكي معايا، انت مش خليكي متابعه. انا بقول لك ده قبل الموضوع ده صار له الكلام اللي كتبه ده او اللي اتكتب ده من زمان. انا بقول لك في اطار اللي ما يكتب ضد قطر. ده اتكتب قبل ما انا اكتب تغريداتي وقبل موضوع باسم يوسف. يعني طيب هل يعني شايف حضرتك انه كل ما سردته من يعني امور، انا مش هقدر اقول ان هي اهانات لانه مصر لا تهان ولن تهان ايا كان من قائل بعد اذن يعني حضرتك لهذا الكلام. عفوا هل الاهانات دي غير مقبوله لدوله معينه ولشعب معين ومقبوله على شعب اخر؟ لا، ليست مقبوله على اي شعب من الشعوب. وهل الوطنيه حكر على شعب معين وهو التعبير عن الوطنيه لابد ان يكون بالبداءه؟ يعني عفوا انا بسالك يعني الان لابد ان يعني تسب مصر والمصريين حتى تثبت وطنيتك امام العالم؟ انا ما بتكلم عن الوطنيه. وهل الزائده الدوديه توصف دوله
يعني شقيقه انها زائده هي دوديه. يا استاذ احمد مش الزائده الدوديه دي جزء من خلقه ربنا في البني ادم يعني، وانت ليه بتقلل من خلقه ربنا يعني؟ هي لو ما كانش ليها هي لو ما كانش ليها فايده في الجسم كان ربنا خلقها. مش حضرتك برضو حافظ القران وتعلم السنه وتعلم يعني ان ربنا ما خلقش حاجه في هذا الكون الا وهو وحده يعلم السر، حتى لو البني ادمين نفسهم ما عرفوش ولا ايه؟ طيب يعني ممكن تكون مش الزائده الدوديه دي ممكن تبقى قد كده بس تموت برضو يعني ولا ايه؟ اوكي طب يعني مهم ايه؟ واكذوبه شراء الاثار وتضليل الراي العام المصري يعني عفوا يعني كل ده مقبول. لا معلش، طب معلش بس خليني بالراحه كده. ايه المشكله في انه انتوا يتقال انه قطر عايزه تاجر اثار؟ ده بالعكس، ده في قيمه ليكم انتوا، وربما ده يبقى فيه يعني شيء يضايقنا احنا. يعني بالعكس المفروض انت اللي تفرح يعني ان بلدك راحه تشتري اهم واعظم واعرق يعني اثار وحضاره وكيانات في العالم كله يعني ولا ايه؟ بالاثار عفوا نفخر بالاثار ولكن مش هنشتريها يعني عفوا. الخبر اصلا في يعني اركان الحقيقه غير متوفره فيه، المصداقيه غير متوفره فيه، وطبعا ده يعني هيج الراي العام المصري ضد قطر. يعني هيجنا ضد قطر عملنا لكم ايه؟ حاربناكم؟ يعني عفوا خلينا نتكلم بموضوعيه الان. مقبول انه وسائل الاعلام تكتب كل ده اوكي. انا مش فاهمه يعني ايه هيج الراي العام؟ هيج الراي العام ضد من يحكمون مصر وليس ما لهوش علاقه بيكم. يعني له علاقه بمن يدير وليس له علاقه بقطر. ليه واخدين الموضوع عليه؟ الا بقى لو كان في بقى فعلا اغراض ثانيه ان انتوا فعلا عايزين تدخلوا في استثمارات، في هذا التهييج ربما يصعب الامور ويخلوا الاداره المصريه بسبب الضغط عليها من الراي العام المصري ما تتعاقدش معاكم على اللي كانت هتتعاقد معاكم عليه. لو هو بقى ده السبب اقدر اتفهم وجهه نظرك. والله عفوا الاستثمارات القطريه الان في كل الاماكن فيها استثمار ناجح. في بريطانيا في استثمارات، ما سمعنا انه في حمله ضد الاستثمار القطري. في فرنسا في استثمارات، في اسبانيا في استثمارات، في كل العالم استثمارات ناجحه. انتم ايضا بتحاولوا تجذبوا الاستثمار، وبعدين الاستثمارات القطريه بتقدمها للحكومه المصريه وللشعب المصري، لا بتقدمها سياسه معين. يعني انتم الان عاوزين تجذبوا الاستثمارات العربيه ولا عاوزين تطردوها؟ الاستثمارات العربية أهلا بيها والاستثمارات الأجنبية أهلا بيها في حدود تقرها مصر ويوافق عليها الرأي العام. يعني عفوا الحكومة يعني الحكومة اللي موجودة ليست حكومة شرعية مفتوحة بشكل كامل يا أستاذ أحمد ولا إيه؟ في كل الدول يعني. طيب أوكي يعني والحكومة اللي موجودة الآن والرئيس المنتخب أنتوا اللي انتخبتوه مش القطريين اللي انتخبوه. طب وانتوا مالكم بالموضوع؟ برضو مشاكلنا معاهم مشاكلنا احنا معاهم، انتوا مالكوش علاقه بيها. احنا ما تدخلناش في المشاكل الله يسلمك. طيب مصر بالنسبه لنا عموما، عشان مصر بالنسبه لنا الدوله القائده، الدوله الرائده، الدوله الكبيره اللي حريصين انها تنهض من كبوتها، سواء كانت كبوه سياسيه او اقتصاديه، على اساس تقود الوطن العربي وتقود الامه العربيه وتمارس دورها اللي يليق بتاريخها ويليق بحضارتها ويليق بثقافتها ويليق بشعبها العريق. طيب كويس انه حضرتك معترف بانه القياده المصر دايما حتى وهي في كبوتها لابد ان يحرص الجميع على مساعدتها لتظل في القياده، مش عشان لا توجد اي دوله في الوطن العربي تزاحم مصر على الدور القيادي، ولكن نتمنى ان مصر يعني تحل مشاكلها الداخليه عشان تتفرغ لقيادة الأمة العربية. الله يسلمك. أمامنا تحديات كثيرة وكبيرة والمفروض تكون مصر هي في الصدارة. لأن الآن للأسف في دول أخرى في الشرق الأوسط هي اللي سحبت البساط يعني. تركيا بتلعب دور كبير في الشرق الأوسط، نتمنى تكون دولة عربية. هو بس لو بعض الدول ما اعرفش حضرتك تعرفهم ولا لا، لو بعض الدول بطلت لا تتدخل في الشأن الداخلي المصري وبعض الدول بطلت تمول يعني من يقولون عنهم الايادي الخفيه او الاصابع كما يعني يريد الرئيس دائما ان يسموهم ان يسمي طيب هذه الدول بمسمياتها. ما يعني الاسماء عند من يقودون الدوله عشان تنوري الراي العام داخل مصر وخارج مصر
وايضا لتنوير الراي العام العربي. لا عايز اقول لحضرتك على اساس الشعب المصري بيتنور لوحده لا محتاج. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، احنا الشعب المصري الميزه فيه انه كل لبيب بالاشاره يفهمه، ما احناش محتاجين نكتب ولا نقول عشان الناس تفهم. احنا الشعب المصري شعب حتى وان كان البعض منه امي، فاميز ما في هذا الشعب المصري انه المعي. معرفش حضرتك بقى تعرف يعني ايه المعي، لكن الناس بتفهم كده لوحدها. يعني نصف حياتي عشتها في مصر. الشأن المصري يعنيني مثل الشأن القطري. درست في مصر وعشت في مصر وكبرت في مصر، وتربطني علاقات بقامات. يعني تعرف بما ان حضرتك عشت في مصر تعرف كويس يعني ايه العيش والملح. واسأليهم عن حبي الى مصر، واسألي الاخوة الزملاء المصريين اللي يعملون زملائي في الصحيفة عن حبي لمصر وكيف تعاملنا مع الأخوة المصريين. وده يديك الحق انك تقول المصريين يعيشون على حضارة الماضي دون تخطيط للمستقبل. تتحدثون عن الصناعة وأنتم تستوردون كل شيء من الخارج، حتى فانوس رمضان تستوردونه من الصين. وحوي عفوا للتوضيح. أولا الآن احنا نتجه إلى المستقبل، نريد دولة تقودنا إلى المستقبل، نريد دولة عظيمة بإمكانيات مصر تقود الأمة العربية إلى الأمام مش إلى الوراء. في عالم اليوم الآن الصغير والكبير يتساوى، والصغير يكبر بمواقفه. يعني أنت شايف يعني إنه مصر دلوقتي بتقود الأمور إلى الوراء، ها؟ أنا ما قلت إن تقود الأمور إلى الوراء، الله يسلمك. أنا بقول نتمنى إنه ننطلق تحت القيادة المصرية إلى الأمام، ولا يعني ننظر إلى الخلف. ونتمنى معاك إنه تفضل مصر تقود إلى الأمام وستظل بإذن الله، والكبوات في حياة الدول خصوصا إذا كانت بقيمة وعراقة مصر. دايما يقول لك الأزمات تزيدها صلابة وقوة ولا تنهكها. نحن في كبوة الآن، لكن إن شاء الله بإذن ربنا وحده هنقوم من هذه الكبوة. كون إنه في بعض من يقومون بالإدارة السيئة أو يحكمون مصر بما لا يليق بقيمتها، ده أمر لا يعطي أي إنسان الحق إنه ينال من عراقة وحضارة مصر، أو إنه يتطاول عليها، أو إنه يحط عنوان ماذا صنعتم غير أقراص الطعمية. وأنا في حل وحضرتك في حل إن احنا نقعد نقول ماذا صنعت مصر للعرب. ودايما الكبير زي ما بيقولوا لا يمن. عارف ليه؟ لأنه الكبير كبير. يعني دايما الصغير لما كده ربنا يديله يقول لك ويجي بقى يساعد الآخرين، لا أنا اديتك أنا اديتك أنا اديتك. لكن تعرف الكبير اللي هو المعطاء عامل زي الأم. عمرك شفت أم قالت لابنها أنا أكلتك وشربتك وهننتك؟ لا، أم ده واجبها تجاه الآخرين. لكن دايما العيل الصغير هو اللي بيقول لأمه أنا جبت لك هدية في عيد الأم يما كده، يعني صح؟ قطر تعرف دورها وتعرف واجباتها القومية والأخوية، وانطلاقا من معرفتها بدورها وبقيمة مصر هي بتدعم مصر الشعب المصري العظيم، وما تدعم لا فصيل ولا تيار سياسي معين. أنا بشكرك يا أستاذ أحمد، و متفهمة زعلك على بلدك وإحساسك بيها. الشعب القطري على عنا وعلى راسنا. الشعب القطري شعب شقيق زي كل الشعوب العربية. المحبة والود يعني متواصلين طول الوقت. خلافات الرؤساء والملوك، يعني الرؤساء والملوك في النهاية بيروحوا ويجوا، لكن الشعوب هي الباقية. بشكرك إنك يعني أنا أشعر حتى في نبرة صوتك بالتراجع عن الكثير من ما كتبت. ربما كتبته في لحظة غضب، لكن أحيانا التراجع عن الخطأ فضيلة. أشكرك شكرا جزيلا. و